واجي ونقول لكم اخر الاخبار والكواليس ديال دار العرسان. هاد الاخبار كتعلق بالمشاركين ديال مدينه الدار البيضاء وشلا كواليس واخبار اخرى. السلام عليكم، بعدا كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هاد الفيديو في احسن حال. قولوا لي بعدا كي جاوكم الحلقات ديال دار العرسان بعد ما خرجات برنسيسا ونورا؟ كانوا دايرين لومبيونس صراحه. ما جاكمش الملل؟ حيت حنا كيعجبنا الاكشن وكتعجبنا المشاهدات وشد ليا نقطع عليك. واخا داكشي كنستنكروه في لي كومونتير وكنقولوا ما خاصوش يكون، ولكن اغلب الناس كيتفرجوا على قبل داكشي. يعني فاش خرجوا شفتوا المشاهده طايحه موالف الفيديو كيضرب مليون، الحلقه كتوصل لمليون، دابا ما وصلش كاع حتى لنص مليون. باش تعرفوا باللي راه الناس اللي كيشجعوا التفاهه وكيشجعوا داكشي اللي كنقولوا ما كيعجبناش، راه حنا براسنا اللي كنشجعوه وكنطلعوه. فداكشي علاش اي واحد دخل السوشيال ميديا ولا دار شي برنامج كيقلب على الحوايج اللي كيطلعوا المشاهده، حيت هي داكشي اللي كيتبعوه الناس، الشوهه والمعاطيه وقول لي نقول لك عطيني نعطيك. يعني ما خصناش حنا نتشكاو ونقولوا راه علاش كيديروا هاد الشوهه، علاش كيشهروا هاد الشيء، علاش احنا السبب وحنا اللي كنشهروهم. انا بعد هاد الحلقات هادو الاخرين ديال دار العرسان كيجيني فيهم الكالم والسكات، ودنيا بردو من هذاك الصوت ديال برنسيسا وداك التجعويق ديالها. واخا كاين شويه الملل، ولكن على الاقل لي كونديدا اللي بقاو غيكونوا مكونسونطرين دابا، ما كاين لا مشاكل لا صداع، مركزين مع المسابقات والبرايم اللي جاي الفينال. ولا لا برنسيسا راه فين ما مشات لومبيونس كي سوا بقات في دار العرسان سوا خرجات. راكم شفتوا شنو دارت مع ديك السيده اللي عطاتها الدار في قنيطره؟ ما عرفناش صراحه حنا المشكل في من كل وحده كتطلع كتقول زعما مظلومه، وهذا ما نقدروش نحكموا لان ربي اللي كيعلم. هذيك كتقول لك جات لداري ودارت شي حوايج ما عجبونيش، ما نقدرش نخليها في داري. برنسيسا حتى هي كتقول داتني، بغات تستغلني، بغات تطلع على ظهري، بغات. واخا انا على ما سمعت بلا ديك السيده ديجا معروفه، يعني عندها حتى لي زابوني وداكشي، ما عرفتش انا ما كنتبعهاش، ولكن قال لك زعما راها معروفه قبل. ايوا المهم داكشي ذنوبهم يتقاسموهم، حنا ماشي شغلنا فيهم. حنا كيف ما قلت لكم كنناقشوا غير داكشي اللي كنشوفوه اللي هما كيوريوه لينا. اما الخبايا والنوايا ديالهم ربي اللي غيحاسبهم عليها وربي اللي كيعلم بها. ايوا اليوم جيت نهضر لكم على كوبل كازا، ساره وامين، اللي كلنا عرفناهم باللي كيسكنوا في كازا، لكن اخر الاخبار كتقول باللي ما عايشينش في كازا. يقدر الاصل ديالهم من الدار البيضاء لكن ما عايشينش فيها، كيمثلوا الجاليه المغربيه في الخارج. انا كنت عارفه باللي شي فتره كانوا في تركيا، لكن تركيا ما كتعتبرش الخارج، فهمتي؟ زعما بحال مشاو غير شي فتره، علاش يقدر سياحه، يقدر شي خدمه هكا ورجعوا. ولكن قال لك لا، مستقرين في احد البلدان في اوروبا وعندهم لاباس عليهم، عندهم رزقهم، يعني مرتاحين ماديا، مرتاحين، ما كيستاهلوش كاع يكونوا في برنامج لالا العروسه ولا يشاركوا فيه. لان احنا عارفين هذا البرنامج دار للناس اللي ما عندهمش الامكانيات، اللي ما خدامينش مزيان، ما عندهمش باش يشريو الدار، خصوصا الدار. اما حتى شهر العسل والعرس راه الانسان كيتقاتل باش يديرهم باش ما عطا الله، واللي ما عندوش كاع ما فحالوش راه ما كيديرهمش وكيتهنى. اما الدار شي حاجه مهمه، يعني اي واحد بغى يستقر بغى يتزوج، فداكشي علاش كيشاركوا الناس اللي ما فحالهمش. ولكن خرجوا قال لك كوب الكازا راه لاباس عليهم، هما كيف ما قلت لكم كيبانوا مرتاحين ماديا، حتى ما عرفتش كيبان فيهم في وجههم كيبان باللي لاباس عليهم، ماشي ديك لاباس عليهم عاوتاني شي حاجه بزاف، ولكن المهم يعني مستورين، عكس الكوبلات الاخرين ديال لا ديال فاس لا ديال حتى تاونات براسهم، ماشي ما عندوش شي خدمه مستقره الزوج، لا تارودان 3 طنجه خلاص مسكين ما خدامش كاع ليفرور. واخا راه غتصدق ليهم دابا حسال من اللي خدامين كاع هاد لي كوبل هادو اللي في لاله العروسه. واحد العام غتلقاهم داروا الديور وداروا المشاريع والطوموبيلات، لان السوشيال ميديا راه فيها الفلوس. يعني هما كيدخلوا اصلا لا هي على قبل يربحوا الدار لا هي على قبل الشهره، اغلبهم كيخدموا بهذيك الشهره. يعني اللي خرج كيدير لايفات، كوبل داخل على ما بان ليا كان موظف في القطاع الخاص، حتى هو غير خرجوا اللايفات. يعني كلهم كيستغلوا هذا البرنامج غير باش يتشهروا
ومن بعد يبداو خدامين على ريوسهم، ها اللي غتبان لكم دارت ماركه ديالها، ها اللي دايرين مشاريع ديال الحوايج، وبلا ما نهضروا على الاشهارات وعلى الفلوس الكثيره اللي كيدخلوا منها. انا غير قلت لكم زعما راه ما بقاتش لا العروسه ديال الناس الفقراء اللي ما عندهمش، اللي محتاجين، بالعكس ولا كلشي كيمشي ليها بهدف الشهره. ايوا هادشي اللي كان، هذه هي اخر الاخبار. والفينال راه ما بقى ليه والو، هو راه تصور، راه ديجا تصور شحال هادي، ولكن في التلفازه ما غيدوز حتى السبت الجاي ان شاء الله، هاد السيمانه. وحنا باقيين ما عرفناش واش كوبل كازا ولا المانيا اللي داها. بزاف الناس كيقولوا كوبل كازا هو اللي داها، لكن ما كاينش شي اخبار مؤكده. غير هو هذيك اللقطه ديال اللي كتشوفوا العريسات في كل وحده كتشوفوها في العماريه، مره امينه كوبل المانيا، مره ساره ديال كازا، مره ريم تاونات. هادوك راه البرنامج باش يزيد في التشويق والاثاره، يعني ركبوهم كاملين في العماريه وعلنوا الفوز ديالهم كاملين. لكن هادوك غير لقطات ترويجيه للبرنامج، فعلنوا الفوز ديالهم، لكن في البرايم النهائي غيتعلن غير الفوز ديال كوبل واحد. والقضيه اللي كنت قلت لكم باللي كوبل تاونات تخاصم مع كوبل المانيا ودابزوا في المسابقه، فعلا داكشي اللي وقع. غير هو كان اخبار كتقول باللي البرايم تعاود، ويعني في البرايم الاول ربح كوبل تاونات، ومن بعد ما عاودوا البرايم ربح كوبل اخر، يا اما المانيا ولا كازا. وكاين اخبار اخرى كتقول باللي البرايم ما تعاودش، ما يمكنش يعاودوه لانهم عندهم حتى هما دي كونطرا وعندهم عقده يعني مع الاطراف كامله ومع لي كونديدا كاملين، ما يمكنش يعاودوه. غير هو نقصوا النقاط الألمانيا وتاونات، وبالتالي داكشي كان في مصلحة الكوبل ديال كازا، وصدقوا هما اللي رابحين. الا ربحوا الصراحه الكوبل ديال كازا راه غتكون غتعرف باللي راه الانسان ما خصوش يستسلم مهما كانت الظروف. الا عقلتو في البرايمات كاملين كان يا اما كوبل المانيا ولا كوبل تاونات اللي كيجيو الاولين، وكوبل كازا كيجي هو ما قبل الاخير، ولا المهم مره واحده اللي جاو هما الاولين، ديما كيجيو في المرتبات الاخيره. وما استسلموش وبقاو متماسكين مع بعضياتهم، كيبان التفاهم بيناتهم، كيكوراجيو بعضياتهم، لا الزوجه لا الام لا الزوج، يعني كلهم يد وحده، وغيبقاو حتى الفينال ويقدروا هما اللي يديوها. كاين احتمال كبير باللي هما اللي غادي يديوها. وانا هاد النظريه ديال انهم ينقصوا النقاط الكوبل المانيا وكوبل تاونات حيت دابزو الدابزه خايبه، يعني ماشي شي حاجه عاديه، ولا يعني شي حاجه وصلت يعني فكومي الطاقم التقني وصلوا لهك مشادات باليدين. هاد النظريه هي اللي كنقول غتكون بصح. ايوا ملي نقصوا لهم هما النقاط، كوبل كازا فاتهم وربح لقب لاله العروسه 2026. راه قال لك مصائب قوم عند قوم منافع ولا شي حاجه بحال هكا، يعني يقدر هو كاع ما كان غادي يربح كاع لو انهم ما تضاربوش وما نقصوش لهم النقاط. ولكن كل شيء عند الله قريب، وما تستسلموش وما تيأسوش من الحياة، ديما حاولوا مرة وجوج وثلاثة وبقاو كتحاولوا حتى توصلوا للأهداف ديالكم. وأنا هنا غادي سالي الفيديو ديالي، كنتمنى يكون عجبكم. ولا عجبكم ما تنساوش تخليوا لي لايك واشتراك للقناة باش يوصلكم كل جديد، وبسلام عليكم.